إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنكمل سلسلة رمضان إن شاء الله. النهاردة معايا إعادة تدوير الترابيزة بتاعتنا. دي ترابيزة الشغل بتاعي اللي برش عليها الشغل بتاعي من الاسبريهات والحاجة، فتلاقيتها باظت خالص مني، فقلت لازم أجددها لان ليها فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى في الشغل بتاعي، وبتساعدني لاني بسند عليها حاجتي او برش عليها حاجتي. فقلت ايه، هعمل لها استيكر جديد، فقلت هجددها بالاستيكر ده وهنجددها مع بعضينا. طب هنجددها ازاي يا ماما؟ بحاجه بسيطه جدا. كل اللي عندها ترابيزه قديمه ممكن تجددها زي ما انا هجدد الترابيزه بتاعه الشغل بتاعي. ازاي؟ هنجيب الاستيكر اللي احنا عايزينه. هو حاليا ده اللي موجود عندي دلوقتي، او ده اللي تحت ايدي دلوقتي، فانا هشتغل بده وربنا يستر. لان ده أنا لو تفتكروا قبل كده قلت لكم انه ايه، اوريكم جزئيه منه، انه خفيف جدا. قايله النوعيه دي ما تجيبوهاش لان بتتقطع، فمعلش هي بقى عندي وهي اللي هشتغل بيها دلوقتي، وان شاء الله تنفع معانا. ونشوف كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بننزع الورق كده من بعضيه، الاستيكر من اللزق بتاعه. ما تشيليش كتير، يعني بالذات مع ورق زي ده كده بيلزق، ما تشيليش كتير. هي حاجه بسيطه بس كده، نشيلها مع بعضينا كده حبايبي. هناخد جزئيه كده بتاعته البسيطه دي ونبتدي بيها علشان ما يتقطعش مننا، لان بتاعه رقيق جدا كده حبايبي. هناخد الجزء ده كده لتحت كده، وتطلعي منه الهواء على قد ما تقدري، وهنشتغل بيه كده حبايبي. ايد من تحت تشيل الورق، وايد من فوق تطلع الهواء وتلزق. خليكم معايا عشان تبقوا فاهمين. كده هنبتدي ناخد منه تاني جزء، وهنبتدي من اول هناك كده تاني مع بعضينا. بس اقصه وارجع لكم. كده حبايبي خلصنا الترابيزه وبقت بالشكل الجميل ده. انا تعمدت ان انا اوريها لكم جزء جزء وانا بصوره، علشان يبان لكم انا قد ايه تعبت من الاستيكر ده، عشان ما حدش يجيب منه. يعني اي حد يقابله الاستيكر الشفاف ده ما يجيبهوش. اجي اصلح الاستيكر يروح مقطع. فانا حبيت اوريكم الجزئيه الاخيره دي عشان اوريكم هو بجد تعبني في الجزئيه الثانيه مش الاولانيه. الاولانيه اتعملت على جزئين. الجزء الاولاني اتفردت بسرعه واتقفلت سبحان الله. الجزء الثاني بقى قعدت تتقطع لدرجه، بصوا عملنا كام توصيله، يعني ادي توصيله وادي توصيلتين. فالجزئيه دي تعبتني شويه علشان اللزق شفاف. اللي عندها برضو طبليه ممكن تعملها، اللي عندها ترابيزه سفره قديمه ممكن تعملها بنفس الطريقه، اللي عندها ترابيزه مدوره تعملها برضو بنفس الفكره، تاخد المقاس مظبوط وتظبطها وتعملها. طب هي لو مدوره هتعمليها ازاي؟ هتجيب الاستيكر بتاعنا وهتحطيه في نص الترابيزه المدوره، هتاخد الجزء اللي هو الكبير ده. اما الجزء اللي هو اللي على الحرف على اليمين وعلى الشمال بتجيبي الاستيكر بتقصيه نصين، بتحطي جزء هنا وجزء هنا، وبتقصي على قد الدوران بتاعه وبتروحي لازقاه من تحت. دي كانت الفكره بتاعتنا النهارده، يا رب تكون حازت على اعجابكم. وكل اللي عندها ترابيزه تعملها اعاده تدوير عشان الشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين. ان عجبكم ما تستخسروش فيا اللايك سبسكرايب، تعليقات الجميله لبيت المنى. اشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.